فقد الشغف، ابتديت حاجة مش عارفة أكملها أو بكملها وأنا متغصب. المشكلة فين؟ الموضوع سهل جدا ويكمن في كلمة صغيرة اسمها الموتيفيشن أو الدافعية، الحاجة اللي بتدفعني إني أعمل أي حاجة. يعني إيه بقى الدافعية؟ الدافعية دي ليها 4 أنواع لذيذ جدا. حاجة بتدفعني بس من بره، حد عايزني أعمل حاجة وكمان أنا بعملها عشان خايف من العواقب إن أنا ما أعملهاش، قلقان من البانشمنت، زي مثلا إني أصلي أو أقرأ الإنجيل علشان خايف أروح الجحيم. هل ده هيخليني أصلي؟ ممكن، ويخليني أقرأ الإنجيل؟ ممكن، بس هبقى مش مستمتع ومتثقل واحتمال ما كملش. في نوع تاني جاي من بره بس بقى مش عشان خايف من البانشمنت، عشان في ريورد، في حاجة حلوة. ففي نوع تاني يتقال فيه لو عملت كذا وصليت وقريت الإنجيل هتروح السماء وهتبقى في الملكوت. فأنا هنا بصلي مش عشان أنا عايزة أصلي أو أقرأ الإنجيل، لا، أنا بسمع كلام أبونا من بره علشان خاطر أروح السماء. هو ده اللي بيخلينا برضو ما نكملش قوي لأنها مش طالعة من جوه. النوع الثالث بقى الحقيقة هو جاي من جوه رغم إنه لسه مش مريح قوي. أنا عايز أشوف هي قعدة الإنجيل دي بتعمل إيه؟ بيقولوا إنها بتدي سلام، بيقولوا العشرة مع ربنا بتخلي الواحد مبسوط وناجح وفرحان. فأنا هغصب نفسي شوية عشان أقعد مع الكتاب المقدس عشان أدوق الحاجة الحلوة. فأنا هنا بدور على ريورد بس أنا اللي عايز، مش حد بيقولي من بره. طب ال3 دول كوم، والرابعة بقى كوم تاني خالص وهي الانجويمنت، إن أنا أبقى عايز أقعد مع الكتاب المقدس، مشتاق أقعد مع ربنا وأحكي معاه، نفسي أنزل أحضر القداس وأصليه. طب تيجي إزاي؟ هو سهل إن أنا أوصل للإنجويمنت ده، يعني إني أعمله؟ الحقيقة سهل جدا. نبقى فاكرين إنها بتيجي كده، لا، كل حاجة ليها تدريب وخطوات. في 5 خطوات سهلين نقدر نمشيهم، وممكن نختصرهم كمان ل3 علمتها كنيسة من زمان، هي تغصب، تعود، تلذذ. اغصب نفسك على الحاجة في الأول حتى لو أنت مش حاببها، زق نفسك زق، بعديها ابتدي كمل، اتعود عليها، ازرع العادة، هتلاقي نفسك وصلت لمرحلة التلذذ وتبقى مبسوط وانت بتعمل الحاجة مش تعملها بمجهود. طب كل ده ألاقيه فين؟ ألاقيه أكتر منه خطوات كتيرة وتدريب عملية وإكسرسايزز في الكتاب بتاع الذكاء العاطفي، لأنه عبارة عن كتاب بيشرح لك هو إيه، كتاب معاه تاني بيعمل فيه التدريب هو أعملها إزاي. امشي في 1 2 3 4 تلاقي نفسك وصلت. وما تنسوش الحقيقة إنه اللي احنا اتكلمنا فيه جزء صغير من الذكاء العاطفي، في حاجات كتيرة تانية هتفرق في حياتك جدا وهتخليك عايش مبسوط وبتعمل اللي انت بتعمله وانت مبسوط. ولو اشتغلت على الموضوع وأثر فيك بجد، ابعته لواحد صاحبك كمان على أثر معاه ويفرق معاه، فننشر الحاجات الإيجابية الحلوة ويبقى حياتنا كلها لذيذة وجميلة وسهلة بنعمة ربنا ومحبته.